تحديث الاتنين ومفاجأة أسطورية من كونامي. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس اللايك الجميل بتاعك. النهاردة يا جدعان جايين نستعرض كل تفاصيل تحديث الاتنين، هنستعرض الباكات مع بعض، ولكن في البداية تعالى نودي كده المجانية مع بعض نشوف حظنا عامل ازاي. طبعا الاكونت جديد، أي ايكون من الايقونات الموجودة هينفعنا جدا. تعالى كده نخش مع بعض. هنا معانا تيكت نص ملعب 5 نجوم، كده كده احنا محتاجين نص ملعب سواء سي دي ام أو سي ام. تعالى نشوف حظنا عامل ازاي. بسم الله، بحظ اللايكات ان شاء الله حاجه كويسه نستفيد بيها. يعني مثلا مودريتش، بلينجهام، يعني توني كروس، حاجه جامده باذن الله. بسم الله. مين ده؟ ما جابش دوريات، ده من غير دوري ده. يا نهار اسود، ايه ده يا جدعان؟ يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ انا جيت. يعني تيكت ملوش لازمه، تيكت راح على الفاضي. براندت الواد صنع اللعبه طبعا بتاع بروسيا دورتموند. المهم معانا الفتحه المجانيه يا جدعان بتاعه الايبك، الفتحه اليوميه طبعا. ان شاء الله يكون حظنا كويس. اي ايبك من اللعاب الموجوده دي هيفيدنا. تعالى كده نعمل اي افتكاسه نخليها مثلا المركز، ان شاء الله حظنا يكون كويس. بسم الله يا جدعان، بحظ اللايكات. لو انت دوست لايك هيجي لنا حاجه. بسم الله يا رب. بتنور يا جدعان. لا 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 لا، مش ثغره يا جدعان. انزل بقى اللقطه ده من ثغرات والشغل ده. طبعا يا جدعان ايبك مش ممكن. مين بقى ده؟ بارك جي سونج. بارك جي سونج يا جدعان. الله يا كونامي، الله يا كونامي، وبدايه اسطوريه. لا يا جدعان الاكونت بان على اسطوري ان انت تبدا اول 100 كوينز في فينيسيوس معاك بارك جي سونج في المحاولات الايبك المجانيه. حاجه جامده جدا يا كونامي. الله 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 يا جدعان، لاعب اسطوري جدا، بيلعب معاك في كل حته في الملعب حرفيا. اداء خيالي بارك جي سونج، حاجه جامده جدا. تعالى كده ندخله في السكواد على طول. هات يا عم كده بارك كده ندخله في السكواد. طلع يا عم اي حد. طبعا هيلعب على كومان، طبعا هيطلع كومان بره كده، ولكن ده ايبك يا جدعان. بارك جي سونج هيفيدنا جدا. تعالى كده نشوف تطويره، هنشوف التطوير يا جدعان. اكتب لي طبعا هو بيوصل كام في الماكس ليفل، ما اعرفش الصراحه. معناش تطويرات يا على الحظ. ولكن بارك جي سونج يا جدعان، بص الخريطه يا جدعان، الخريطه بتتكلم، انا مش هتكلم. واداء اسطوري سواء دفاعيا وهجوميا. تعالى كده بقى بالحظ الاسطوري ده نستعرض الباك اللي نزل معانا النهارده. ولكن قبل ما نستعرض الباك تعالى كده بالمره يا جدعان نلعب ضربه الجزاء بتاعت النهارده. طبعا نلعبها على يمين الحارس، لان الحارس المره اللي فاتت اترمى في الزاويه دي. دايما يا جدعان التركايه ان انت الضربه تضربها في الزاويه اللي الحارس اترمى فيها. يعني انا مثلا النهارده حطيتها في النص، الحارس اترمى يمين، فانا بكره احطها يمين بكون ما الحارس اترمى، لانه مش هيترمي في زاويتين مع بعض. دي تركايه بنعمل عليها فيديوهات قدام طبعا يا جدعان. لسه الايام جايه كتير والمفاجآت جايه كتير، وكده مظبطتنا ببارك جي سونج. تعالى بقى نستعرض الباك مع بعض. طبعا نزل معانا باك خاص بالدوري الاسباني. تعالى كده. ايه ده يا جدعان؟ هي فين الايبك يا جدعان؟ هو احنا خدناهم ولا ايه؟ طبعا نزل معانا يا جدعان بيكهام، بيبقى معاك 100 زي ما انت شايف يا صاحبي، نسخة الريال. يعني انا النسخة دي مش عارف صراحة هتبقى هي الاحسن ولا نسخة مانشستر يونايتد ال 102 طبعا، ولكن النسخة دي باين من الطاقات المبدئية كده انها كويسة. طاقات كويسه يا جدعان، وباين ان ده خفيف وسريع، عنده مهارات كويسه. كارت جامد جدا يا جدعان، كارت بيكا. طبعا لو جالك اكتب لي تجربتك في الكومنتات. لو فتحت على الباك طبعا اكتب لي جالك مين. بعد كده عندك ريفالدو، من اقوى واحد في الباك، 101، بيلعب معاك في مراكز كتيره جدا. ريفالدو يا جدعان كارت مختلف عن كل الكروت اللي نزلت له. ده كارت مختلف، طاقاته قويه شويه او طاقاته عاليه، عنده مهارات كويسه جدا، الاسلوب بتاعه مختلف. ريفالدو يا جدعان من اللعيبه الاندر ريتد جدا، لعيب مش واخد ضجه زي باقي اللعيبه، اللي هو لعيب مظلوم يا جدعان. حرفيا بصراحه لعيب مظلوم جدا. ريفالدو ده اسطوره يا جدعان. عندك الراجل اللي انا مش عارف انطق اسمه، او جيسكا من دييتا، جازيكا من دييتا، ما انا المهم يا جدعان الراجل ده اول مره ينزل في اللعبه، انا ما اعرفش امتى اصلا كان بيلعب في برشلونه، ولكن باين من طاقاته ان اللاعب يلعب دكه. ما مستحيل تعتمد على لاعب زي ده في الاساسي معاك في التشكيله، يلعب معاك دكه تستفيد بيه، عنده مهارات كويسه والله يا جدعان.
ولكن ماشي احنا ما نعرفوش يا جدعان. اللي طبعا اللي طلع له ويجربه اكتب لي في الكومنتات. الايبك اللي قدامك ده هتقول لي ايبك ده مودريتش هايلايت، هقول لك لا ايبك يا صاحبي. كارت جامد جدا، عنده بساط، عنده استحواذ على الكوره، كارت جامد جدا، مهارات عاليه جدا. بيلعب معاك سي ام، ولكن مستحيل يلعب ام، يلعب ام بس. هتستفيد بيه طبعا كشات واحد لان البدني بيقع بطيء، هتاخد منه بساط بس. مودريتش يا جدعان الامير معروف. عندك بقى الايبك الثاني واقوى لاعب في الباك في اللعيبه الهايلايت طبعا مش الايبك، وهو جندوجان يا جدعان. جندوجان النسخه دي اقوى نسخه للاعب، كارت جامد جدا. بيلعب معاك في ام، بيلعب معاك في ام، بساط بقى، تسديدات، طاقات دفاعيه، قوه بدنيه، سرعه، حاجه جامده جدا، وكارت متكامل حرفيا. ده كان كل حاجه بالنسبه للباك اللي نزل معانا النهارده. بقى خاص بالدوري الاسباني استعرضنا الايبك واستعرضنا اللعيبه الهايلايت مع بعض. ده الباك يا جدعان اللي نزل معانا النهارده. طبعا باك جامد. لو محتاج بيكهام هو كارت جامد جدا. هتفتح على ريفالدو، برضه ريفالدو كارت اسطوري. تعالى بقى نستعرض الاحداث. نزل معانا طبعا يا جدعان هنا الحدث الراوند الاول بتاع كاس العالم، كاس العالم الخاص بايه فوتبول يا جدعان. طبعا احنا مش متابعنا ده، احنا هنخش على ال 50 كوينز المجانيه بتاعتنا، ال 50 كوينز المعتاده بتاعت كل اثنين وخميس، يعني لا جديد. تعالى نختار كده برشلونه، نبقى نلعب الحدث مع بعض بعدين. فدي كل الاحداث اللي نزلت معانا النهارده. طبعا يا جدعان لو جالك الواد بارك جي سونج وجربته واكتب لي رايك فيه في الكومنتات، مع ان انا عارفه ان هو اسطوري. فبس كده يا جدعان، يعني ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. استعرضنا كل حاجه نزلت النهارده الاثنين في التحديث، سواء الباك الخاص بالدوري الاسباني او الاحداث. تعالى كده نستلم المهمات دي مع بعض، نشوف المهمات اللي عملناها. نخش كده على المهمات يا ريس. هات الجي بي يا جدعان مفيد جدا، لان التطوير دلوقتي اعاده التطوير بقت بالجي بي. بالنسبه للتشكيله يا جدعان احنا هنحط بارك جي سونج طبعا، هنعتمد عليها. عايز اقول لك ان الكارت ده جامد جدا يا جدعان والله، يعني اتكلمنا عنه كتير جدا. عندك بالنسبه للاضافات جبت اليسون بيكر بالجي بي. اليسون بيكر حارس اسطوره يا جدعان. بعد كده عندك في الار بي انا جبت تومياسو ظهير دفاعي بيقف، يعني استفيد بيه دفاعيا بس. لقيت طاقات دفاعيه كويسه وسريع وبدني، والاستامينا لقيتها عاليه جدا عنده فجبته. طبعا ديكلان رايس بعود الترشيح مش محتاج كلام. عندك الواد روجاني يا جدعان المدافع ده بيلد اب، حاجه جامده جدا طبعا يعتمد عليها لانه اسطوري وانا مجربه. دي كانت كل الاضافات. طبعا المهاجم الاربع نجوم ده ما يفوتكش، لانه مهاجم اسطوره حرفيا، سواء سوبر صاب او تعتمد عليه اساس. فبس كده يا جدعان، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. طبعا يا جدعان ما تنساش تكتب لي رايك في بارك جي سونج، هتفتح الباك ولا لا. سلام يا صاحبي.